بدون تركيز، خاطئة من إيباريز، استعادة كرة سريعة، مالكوم يحاول تغيير اتجاه اللاعب في اليسار، خطيرة 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 يا إلهي، جميلة 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 يا إلهي. خلينا نشوف، خلي حكام الفار ياخذون وقتهم في مراجعة الحالة، لكن بالنسبة لي داخل الملعب اعتقد ان احنا لازم نرجع للمراجعة في مثل هذه الحالة. إيباريز، رياض يلعب كرة عرضية بالراس، إيباريز وكرة يا إلهي. في اللحظة الأخيرة الدفاع تدخل إلى تيو مرة أخرى، تسديدة خطيرة وكرة يا لها من فرصة خطيرة كان على عتاب المرمى، وين زكريا راح، وهذه اللقطة وهذه الفرصة وهذا التصدي الكبير. دوسري لسالم بلمسة جميلة لكن فيها تغطية، نونيز عدى بروعة أمام إيباريز، مرتدة سريعة خطيرة هلالية، داروين نونيز يحاول بكرة لمالكوم، داروين عاقبه بعد ذلك. شوف الكرة، شوف اللمسة، شوف المرتدات الجميلة. تاريخي كرة أمامية، محاولة خطيرة جدا، تصل لسالم وكرة يا إلهي. هل فيها تسلل في اللقطة الماضية؟ لا شيء في قرار الحكم، ضاعت فرصتها. كيف يمكن الهلاليين المحافظة على النتيجة؟ هذا سؤال ثاني. كرة تصل مرة أخرى خطيرة باتجاه سالم بلمسة، مالكوم تسديدة، سالم في التمرير، مالكوم والله كورة ولا أروع، بعد مرتدة سريعة جدا ومساحات كبيرة جدا. الأهلي ثالث بغلطة دفاعية، إيباريز تسديدة، جميلة اللقطة لكن العارضة هذه المرة هلالية مع بونو. تنفيذها يبدو المدمر الإنجليزي توني أو رياض، تسديدة ولكن ياسين، يا الله الله الله. الساعة الأولى واضح انه في احتكاك كبير بين اللاعبين، على الحكم انه يحرص ان المباراة تكون اكثر هدوء. لكنها بعد ذلك تحولت الى ركنية، هذا الشيء اللي يتكلم عنه، الروح العالية عند روبن نيفيز. هذا على واحد نونيز، هذه فرصة أمام خيبري، نونيز يبحث عن التمرير، نونيز مر، حط كورة وتسديدة يا إلهي لمصلحة ميو. لمسة وفرصة متاحة للبريكان في راس بكرة عرضية خطيرة، هدف أهلاوي أولي، توني يعيد الأهلي بلقطة جميلة. البريكان، الله على اللقطة، الله على المرور واللمس الهلالي، وترك الكثير من المساحات. طويلة الكرة أمامية خطيرة بالراس جميلة، هذه الفرصة، هذه الكرة، هذه الركنية، هذه العرضية بالراس، المستحيل ليس أهلاوي، يا له من ارتقاء. شوف الكرة، شوف الضربة، شوف الراسية، شوف الشموخ، شوف القوة، شوف الكبرياء، شوف أبطال آسيا، شوف اللون الأخضر. عصافرة تنطلق إذن. سيداتي وسادتي، علي رضا فغاني ينهي هذه القمة الكبيرة الممتعة المثيرة بالأهداف الستة.